الجانب الإسرائيلي رفض ينقل تصريح محافظ شمال سيناء إلى الشارع الإسرائيلي، وده لأن الجانب الإسرائيلي عنده في الرقابة ما يعرف بالرقابة العسكرية، ودي بتراجع كل الأخبار المتعلقة بالأمن القومي الإسرائيلي. تعال أحكي لك الحكاية من الأول بالراحة كده وعلى هادي، وهجيب لك المعلومات من قلب الشارع الإسرائيلي. محافظ شمال سيناء صرح من على الحدود المصرية إن لو حصلت مواجهة ما بين مصر وإسرائيل، الرد المصري هيكون مفاجئ للجميع بما هو معلن وما هو غير معلن. كلمات صغيرة بس وراها رسائل أكبر من حجمها، رسائل مش بس عسكرية، لا دي نفسية وعصبية. تعال نتفرج عليها مع بعض ونعرف تفاصيل حرب العقول. لو بصينا على خلفية محافظ شمال سيناء هنلاقيه رئيس أركان حرب سابق ورئيس في المخابرات الحربية، يعني مش أي حد بيتكلم، وده اللي بيخلي العدو رقم واحد وهو بيفكر بيقول إن احتمالية إن الرسالة دي مش طالعة من شمال سيناء لكن طالعة من القاهرة هي احتمالية عالية جدا. الرسالة هنا اللي وصلت للعدو هي إحنا جاهزين كويس جدا، حتى لو الرسالة دي مش جاية من وزير الدفاع أو من رئيس الجمهورية. الجانب الإسرائيلي رفض تماما ينقل تصريح محافظ شمال سيناء إلى الشارع، وده بسبب زي ما قلت لك إن في رقابة جوه الجانب الإسرائيلي إعلامية اسمها الرقابة العسكرية، ودي بتراجع كل الأخبار قبل نشرها لو ليها علاقة بالأمن القومي الإسرائيلي. أي تصريح من مسؤول مصري فيه نبرة تهديد بيتم التعتيم عليه من الرقابة الإسرائيلية العسكرية، لأنه بيتصنف مادة تحريضية بترفع من مستوى القلق الشعبي، وبالتالي يتم تجاهله أو تغطيته للشارع الإسرائيلي. من قوة تصريح محافظ شمال سيناء وتأكد الجانب الإسرائيلي إن التصريح ده هيهز صورة الدولة المسيطرة وهيخلي الجنود الإسرائيليين في حالة من الخوف والرعب، منعوه من الوصول إلى الشارع الإسرائيلي بكل الأدوات. هنا التصريح بيتحول إلى ملف استخباراتي، بدل ما بيتذاع للشعب بتروح مباشرة للقنوات الاستخباراتية أمان والشباك لتحليل النوايا وتقييم إن كان التصريح فعلا مجرد تصريح ولا فعلا بيعكس النوايا المصرية. اللي حصل من المحافظ بينطبق على مفهوم الحرب النفسية والعصبية، وده من كذا زاوية. احنا قدام تصريح بعدد كلمات قليلة ولكن بجرعة كبيرة جدا من التأثير النفسي، وده أول سلاح في الحرب النفسية. المحافظ هنا زرع حالة من الترقب واللا يقين. كلمة مفاجأة اللي استخدمها سيادة اللواء بتخلي الطرف التاني في حالة تأهب وترقب مستمرة، وده بيستخدم طاقة عصبية قبل حتى تحرك أي حد على الأرض. على المستوى العصبي كلام سيادة اللواء بيحرك دوائر الخوف في الدماغ عند الجانب الإسرائيلي، والسمبثيريك نيرف سيستم في الجهاز العصبي اتفعل، وده بيخلي الجسم في حالة توتر وقلق مستمر. ولما التوتر بيطول بيضعف التفكير الهادئ واتخاذ القرار السليم. أما من الناحية الاستراتيجية لو فعلا الرسالة خارجة بضوء أخضر من القاهرة يبقى إحنا قدام حرب نفسية مخططة. أنت الآن تشاهد حرب العقول، مش بس بتوصل رسالة ردع لكن بتعتمد إنها ما تتقلش من أعلى سلطة عشان تفضل في المنطقة الرمادية، لا هي إعلان حرب ولا هي رأي شخصي. أما الجزء الأخير من اللعبة فهو بيجي من الفلترة الإسرائيلية. عدم نشر التصريح على نطاق واسع هو لتقليل أثره على الشارع الإسرائيلي، لكن في الحقيقة هو كده اعتراف ضمني على قوة الرسالة الخاصة بسيادة اللواء، وده بيدل ان هي لو انتشرت هتعمل ضغط عصبي ونفسي على الشارع الإسرائيلي. يعني باختصار اللي حصل هو ضربة في معركة العقول. اللي انت اتفرجت عليه في الأيام اللي عدت هو تشغيل أجهزة الأعصاب قبل تشغيل المدافع.